ايه رأيك في مشروع بيت العز نفسه، وايه اللي عجب حضرتك في المشروع وخلاك تتعاقد فيه؟ اسمح لي بقى اسالك كام سؤال. يا ترى لما فكرت تشتري ارض، احنا اول شركه جت لنا ولا شفت شركات تانية؟ والله احنا شفنا، يعني انا شفت شركات كتير. احكي لي. في كان من ناحية طريق اسيوط الغربي، تمام. وكان في برضو كذا حاجة في طريق اسكندرية. تمام. بس يعني الواحد ما حسش بالمصداقية اللي موجودة هنا. جميل. يعني طبعا مع حضرتك ربنا يبارك لحضرتك. بس والله. بوجه المقارنه، ايه اللي خلى حضرتك مثلا اخترت المشروع دوت يعني؟ اخترت المشروع علشان خاطر يعني احنا سألنا عن المشروع ولقينا ان فعلا الكلام مظبوط. شركة افولان موجودة من زمان او مثلا من كذا سنة، وفي ناس كتير بتشكر فيها على السوشيال ميديا. ايه الخطوات اللي حضرتك عملتها وطمنتك ووصلتك لحد مرحله النهارده اللي التعاقد؟ الخطوات ان انا سالت على على الارض، وسالت عن الشركه. تمام. ورحت لكذا مكان عشان اشوف صحه العقد او العقودات اللي بينك وبين اصل البيع. صحيح. والحمد لله يعني لقينا كل الكلام اللي حضرتك قلته او الشركه بتطلع تقوله، في يعني كله كلام مظبوط وكلام صح. دي اهم نقطه يمكن اخذنا سوا فيها جوله واخدنا فيها، سالت كتير انت عارف يعني. وده بيهمنا العميل لما يكون جاي بيبقى جاي على اطمئنان وجاي على مستحيل. الواحد مقلق شويه بس مش أكتر. صحيح. وفي الاراضي وحضرتك اخذت جوله كمان ناحيه اسيوط الغربي، فاكيد عندك تفاصيل كتير. طيب ايه رايك في مشروع بيت العز نفسه، وايه اللي عجب حضرتك في المشروع وخلاك تتعاقد فيه؟ حاجه مزروعه جاهزه، لقيت فيه ميه موجوده و... وان شاء الله باذن الله يبقى في خير يعني. وبالنسبه لانظمه السداد كانت مناسبه مع حضرتك؟ انظمه السداد مريحه جدا. ايوه ده ممتاز. انت حضرتك واخد الارض كاستثمار للمستقبل ولا حابب تعمل فيها حاجه دلوقتي؟ والله انا واخدها الاثنين ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يكون استثمار كويس ليك، لان الموقع بتاعها مميز جدا وتستمتع بيها من دلوقتي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله خير باذن الله. طيب قول لنا بقى ايه مدى سهوله الاجراءات اللي حصلت مع حضرتك وانت بتتعاقد من البدايه حتى الان؟ كل حاجه انا عايزها بلاقيها يعني كل سؤال انا بساله بلاقيه رد اجابته واضحه وصريحه. وفي نفس الوقت لما الواحد بيسال على حاجه، ورحت الجمعيه سالت، عرفت ان المكان مظبوط والورق كله سليم. ممتاز. وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. بس قول لنا بقى بنسبه كام في الميه هترشحنا لعملاء تانيين او لقرايب حضرتك؟ والله يعني من وش حضرتك انا بالنسبه لي ارشح الناس كلها 100%. ربنا يبارك لحضرتك. والله ان شاء الله يكون ارض خير ليك والف مبروك. يا رب. ودايما نبارك لحضرتك في الزياده باذن الله. اللهم امين. مبروك يا استاذ. الله يبارك في حضرتك.